انت اللي بيجي لك ما معهوش فلوس خالص ما اكله وتديله زي اللي دافع. اكتر من اللي بياكل من بيدفع. بتعمل خير تلاقي خير. ده محمود ده بركه ما اقولكش. يا بخت اللي يديله جنيه، يا بخت اللي يديله جنيه يبقى يومه نادي عليه. وانت بتبيع اكل؟ ببيع اكل، ببيع لحمه وببيع بطاطس وكوس وفاصوليا ولوبيا. انا لما سمعت عنك يا عم نبوي قالوا لي ان انت بتقف وبتدي ظهرك للناس او بتدي ظهرك للشارع هنا على العربيه وبتحط الاكل واللي عايز ياكل ياكل. لا ما هو بياكل. ياكل احنا نقول لا. انت اللي بيجي لك ما معهوش فلوس ما اكله وتديله زي اللي دافع. اكتر من اللي بياكل من بيدفع. زي محمود عاوز ياكل لحمه ورز. محمود اللي انت كنت بتاكله ده هتقول له امشي؟ ده على الله خالص. لا طبعا. اديك انت اديك شفته. اقدر اقول له امشي؟ لا طبعا. ده محمود ده بركه ما اقولكش. يا بخت اللي يديله جنيه، يا بخت اللي يديله جنيه يبقى يومه نادي عليه. انا بشر بيه ساعة ما بيديني اي حاجه. يديك حاجه ازاي يعني؟ جنيه عايز ياكل بيه؟ عاوز اكل بيه. عاوز اكل لحمه ورز وخضار. بتاكله. ما هو معاش الا هو. تاخده منه بتاكله؟ اخده واكله وارجع اديله تاني. ايوه بتراضيه. يقول لي هات جنيه حديد. يقول لك هات جنيه حديد. ولا يعرف 5 ولا 10 ولا 20 ولا 30 ولا اي حد. لو اديته اي فلوس ورق يرميها يديها لاي واحد. يعني انت يا عم نبوي لو جالك اي عدد اي حد يقول لك ما معيش فلوس بتاكله؟ على طول يابا. ما فيهاش اي شيء. ليه يعني؟ طب ما بتخسرش يا عم نبوي؟ ده ما بيضركش في حاجه؟ المركب اللي فيها لله ما بتغرقش يابا. ونعم بالله. واحد يقول لك معيش الا 5 جنيه وعاوز اكل. هتقول له ايه؟ مفيش. ما عندكش ولاد يا عم؟ معايا من عند ربنا. اللي بيديني ربنا. انا لما سالتك بقول لك يا عم نبوي انت الناس دي يعني بتقف جنبيهم وبتساعدهم واللي معهوش بياكلوا، قلت لي انا بعتبر كل الناس دي ولادي. هل ده عشان ربنا يعني ما جعلش فيه سبب؟ لا يا ابويا لا، الحمد لله. الحمد لله راضي بما قسمني ربنا. ده مش مضايقك؟ لا ايه اللي هيضايقني؟ الحمد لله رضا. رضا من يرضى. احساسك بقى وانت بتعمل كده يعني وانت بتساعد حد يجي لك يقول لك ما معيش فلوس، لو حد مثلا الدنيا مخبطه معاه غير الاكل برضه هل بتساعده؟ ربنا اللي بيعلم. ربنا اللي يعلم. بتطلع الحاجه من قلبك مش بخطوه ورضا خاطرك وبرضا قلبك. بقول لك المركب اللي فيها لله ما بتغرقش، عمرها ما بتغرق. والحمد لله رضا ومستورة وربنا يروحنا على خير. مفيش في مرة زهقت قلت خلاص بقى والعدد كتر؟ لا النهارده بقى اللي انا زهقت. اما زاد عليا 400 جنيه. مرة واحدة. انت زهقت من التكلفة بس ما زهقتش من ان انت بتعمل خير؟ لا ما زهقتش. زهقت من الزيادة اللي جاتني مفاجأة. 400 جنيه في الوجبة كتير عليا. بس انا برضو برغم كل ده انا شفت كان في حد كده اول ما جيت انت برضو قال لك عايز اكل برضو ما قصرتش. ما قصرت؟ طب هقول له ايه؟ اقول له ما فيش؟ لا طبعا. غصب عني لازم اديه. ومعاش الا هي ال 10 جنيه هقول له ما امشي اديني اكل. وفي اكتر من اللي يقول لك عاوز اكل. بس هو في حد في الزمن ده بيعمل كده يا عم نبوي؟ والله كل واحد متعلق من عقوبه.
وانا اقول لك حاسبني؟ لا. اللي بيحاسب العباد ربنا. يكون بتستعمل لله وارميه من ورا ظهرك، ما تلاقي الشر ابدا. بيقول لك تعمل خير، الشر يجينا منين؟ صح. تعمل خير، الشر يجينا منين؟ واحد عاوز رغيفه تقول له ما فيش، بياخد. سبب الحب كده. هات شويه مخلل، شويه خد، هات ده، خد، هات، الناس هكذا بيحسوك خد. ان انت حنين عليهم وبتديهم كل اللي هم عايزينه. اهو المركب اللي فيها الله ما بتغرقش، عمرها ما بتغرق. والحمد لله رضا، وربنا يروحنا على خير.